السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناتكم أخبار الرياضة. قبل ما نبدأ يا ريت تدعمونا بلايك وشير وكومنت وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. أول خبر معانا في فيديو النهاردة، أول رد فعل من مجلس إدارة الأهلي. قررت إدارة النادي الأهلي صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق بعد الفوز على الزمالك والتتويج بكأس مصر. وقررت إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بصرف مكافأة خاصة لكل لاعب بقيمة 100,000 جنيه بعد التتويج بلقب كأس مصر. أما عن تفاصيل إصابة زيزو، فكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأبيض في مباراة القمة ضد النادي الأهلي، والتي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض في السعودية. طبيب نادي الزمالك في تصريحات على إحدى القنوات الرياضية أكد أن إصابة زيزو هي عبارة عن التواء في الكاحل، وسيتم عمل إشعة على قدم اللاعب فور زوال الورم لتحديد مدة غيابه. والخبر اللي معانا بعد كده، مفاجأة مجلس إدارة الزمالك لجوميز. في أول رد فعل من إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تجاه جوزيه جوميز، أشاد مجلس إدارة نادي الزمالك بالمدرب وما قدمه في مباراة نهائي الكأس، ولم تتحدث الإدارة مع جوميز عن أي تفاصيل أخرى، وأكدت أن المدير الفني مستمر مع الفريق حتى انتهاء عقده ولا نية لرحيله حاليا. الخبر اللي معانا بعد كده، تعليق أحمد عيد عبد الملك على حسابه عبر تويتر. علق أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق على هزيمة الزمالك من الأهلي في نهائي كأس مصر، وعبر حسابه على تويتر قائلا: كولر ساعد الزمالك في بداية الماتش كتير، والزمالك الأقرب وما عندوش شراسة كبيرة، والأهلي مش موجود ومستني يجي فيه جول على غير العادة، ولاعيبة الزمالك مش مصدقة إنها تكسب لحد النهاية، وأول كرة على مرمى عواد في آخر 4 دقايق. جوميز مدرب محترم جدا وعجبني أسلوبه في الضغط والاستحواذ. الزمالك لو معاه فرود تقيل بالفرقة دي يكسب أي حد، وعند رأيي كل لاعيبة مصر في كل الدرجات قريبة جدا من بعض. لو عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك وتعمل شير وكومنت وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.